بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نتحدث على مكيف هواء انفرتر. عندما يشتغل مكيف الهواء انفرتر سوف يعمل بأقصى طاقة ممكنة ليخفض درجة الحرارة الغرفة في أقصر وقت ممكن حسب الغرفة وأبوابها المغلقة، نصف ساعة أو ربع ساعة بالكثير حسب الغرفة. ثم ماذا يعمل؟ لا يفصل المكيف إذا وصلت درجة الحرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المناسبة. مكيف الهواء انفرتر لا يفصل أبدا، يخفض عمله ودورانه إلى مستويات منخفضة. سوف نعرف أيضا محاسن وعيوب مكيفات الهواء انفرتر. نبدأ أولا بالمحاسن ومكيفات التي تعمل بتقنية الانفرتر. أولا، تمتاز تصريفها الطاقة الكهربائية يكون أقل. أو ثانيا، يكون تشغيلها هادئ، يعني بدون ضوضاء. ثالثا، يكون توزيع درجة البرودة داخل الغرفة أفضل ويكون ألطف وتوفر شروط الراحة. رابعا، المكيفات العادية تفصل عندما ترتفع درجة البرودة، وعندما ترتفع درجة الحرارة تبدأ بالتشغيل، وبهذا يكون هناك تذبذب، بينما في مكيفات الانفرتر لا يكون هناك تذبذب لأن الضغط لا يفصل بشكل مستمر، وبالتالي يكون توزيع درجة البرودة داخل الغرفة يكون أفضل، وبالتالي ينقص الضغط على الأسلاك الكهربائية لأنه يستهلك طاقة كهربائية أقل، السبب الذي يجعل المكيفات العادية تستهلك طاقة كهربائية أكثر وهو عند فصل وتشغيل الضغط. هذه بعض المزايا مكيفات الانفرتر، ولكن مكيف الانفرتر حاله حال أي سلعة بينها وبين بها مساوئ وبها عيوب. وما هي مساوئ وعيوب؟ وهي مساوئ وعيوب وأنت كمستخدم سوف تكون عندك صورة واضحة ولك حرية الاختيار، هل تشتري مكيف هواء انفرتر أو لا؟ مساوئها المكيف الانفرتر يكون سعره غالي، أكثر 25% من سعر المكيف العادي، هذا أولا. ثانيا، صيانته تكون صعبة. لماذا؟ لأنه فيه قطع إلكترونية ومتحسسات ومكثفات كثيرة وتكون مكلفة، وأيضا التقنيين والفنيين ليس جميعهم ملمين بتصليح وصيانتها. يعني التقنيين والفنيين هذه التكنولوجيا ما زالت حديثة، لا يستطيعون، قليل منهم لا يستطيعون صيانة تصليحها. ثالثا، لأنها تكنولوجيا حديثة، ولكن مع مرور الوقت سوف تختفي هذه المشاكل، لأن الشركات سوف تتنافس ما بينها والسعر يقل، وسوف الكل يتعلم تصليح وصيانة المكيفات الانفرتر، بمعنى التقنيين والفنيين سوف يتعلمون كيفية تصليح بطاقة الأم أو الكارت مار، لأنها فيها قطع إلكترونية كثيرة، منها المحسسات والمكثفات وكثيرا من الأشياء الأخرى. ومن عيوب المكثفات الانفرتر أيضا عندما نستخدمه في غرف غير معزولة ومكشوفة للشمس، مكشوفة للخارج، الباب يفتح ويغلق بكثرة، هناك يكون استخدام المكيف الهواء لا يجدي، وسوف يبقى يشتغل حتى يوفر هذا الحمل العالي من التبريد، وبذلك سوف يستهلك طاقة كهربائية مقارنة بالمكيف العادي. أيضا عندما نحتاج المكيف فترات قصيرة هنا لا يكون مجديا، لأن المكيف الانفرتر يحتاج إلى وقت لكي يبرد الغرفة، وبالتالي سوف يستهلك الطاقة الكهربائية حاله حال المكيف العادي. يعني
المكيف الانفرتر لازم له وقت باش يبرد الشمبرة هذيك ولا الغرفة هذيك، من ربع ساعة حتى النصف ساعة، ولازم تكون الغرفة مقفولة. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم إخواني، إن شاء الله تكون نال إعجابكم. ما تنسناوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتضغطونا على زر الجيم، واللي عنده أي استفسار أو سؤال خليه هنا في الكومنتار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.